أشد ما يكون الابتلاء كلما ارتقى المقام. باش تقول أنني نحب سيدنا رسول الله فأعد للبلاء جلبابا كما قال سيدنا رسول الله. ما معنى البلاء هذا؟ معناه الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. باش تقول أنني نحب سيدنا رسول الله لازم تفوت على واحد المصفات دقيقة جدا، لا سيما القلب. ما طالبين منك كثرة صلاة ولا كثرة اتباع، ولكن طالبين أن يصفى هذا القلب مع المحبوب غيرة من الله سبحانه على حبيبه صلى الله عليه وسلم. كاين وصفة واحدة لمن أراد الاجتماع بسيدنا رسول الله، دائما أقولها وأكررها، لباقي الاجتماع بسيدنا رسول الله، لباقي يشوف سيدنا رسول الله، لباقي تكون عنده محبة بينه خاصة بينه وبين سيدنا رسول الله، نقولوا خصص سيدنا رسول الله في قلبك، اجعله هو الوحيد في قلبك باش تكون انت باش تراه. اما يعني ديره هو وغيره معاه، تحب الغير، يعني قصدي المحبه، مش قصد يعني. فما دام هناك غير مسيطر عليك يعني من الدنيا او من النساء كذا، يعني لن يكون ابدا هذا غيرة من الله سبحانه على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم.